اليوم يختار مدرب منتخب مصر لاعبي منتخب مصر. من رأيك، من وجهة نظرك كمشاهد، بعد رباعية النادي الأهلي في القطن الكاميروني وهاتريك كهربا في المباراة، هل من الضروري أن يكون محمود عبد المنعم كهربا في منتخب مصر، أم أن مدرب منتخب مصر سوف يترك محمود عبد المنعم كهربا لمحاباة ومجاملة جهات أخرى؟ أم ترى أن وجود كهربا في المنتخب حاليا حق مكتسب له بعد مجهوده الذي عمل ولعب وبذل الكثير كي يصل إلى هذا المستوى المميز مع النادي الأهلي طوال الفترة الماضية؟ هو رقم واحد في النادي الأهلي طوال الفترة الماضية. من حق كهربا